طيب هل فعلا جالكوا اتصال او حاجه رسميه، في اتصال ما بينك وما بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مثلا طلب فيه ان باسم مرسي يرجع يوم 12 للتحقيق معاه هنا في نادي الزمالك؟ الحقيقه سياده المستشار كلمني امبارح وقال لي احنا عايزين باسم مرسي عشان التحقيق. كان الوقت متاخر، كانوا في التمرين في المصانع الحربيه، وعلى بال ما خلصوا تمرين الساعه 6 فكان والطياره الساعه 10، فكان انه يرجع من الفورمونت اللي في جنب المطار لنادي الزمالك الوقت كان ضيق. ولكن انا عارف ان الكابتن سيف بيتكلم مع سياده المستشار عشان يحلوا هذا الموضوع، ولكن طبعا اللي يعوزه نادي الزمالك هننفذه طبعا. طب معلش يعني، ولكن الموضوع مش يعني هو عايزه قبل المباراه حضرتك ولا بعد مباراه زامبيا؟ لا، اللي انا عرفته بعد اما يرجع او لما يجوا هم، انما انا ما جاليش حاجه رسميه بايقاف. لا انا اقصد اقصد حضرتك هو عايزه نادي الزمالك عايز باسم مرسي قبل مباراه زامبيا ولا بعد مباراه زامبيا؟ المعلومه دي مش عندي، ممكن تكون عندي سيف. هو كان المفروض هيروح امبارح للتحقيق، انما الوقت اتاخر فما راحش التحقيق. ولكن سياده المستشار طبعا اللي اتقال لي ان هو مش عاوز باسم يلعب. احنا طبعا مش هنعمل حاجه غصب عن نادي الزمالك او غصب عن رئيس نادي الزمالك سياده المستشار مرتضى، ولكن ان شاء الله اللي انا اعرفه ان سيف بيتكلم مع المستشار مرتضى وهيحلوا الموضوع. ولكن اذا ما اتحلش الموضوع طبعا اللي هيعوزه نادي الزمالك هنعمل. لا افهم بس يا فندم، افهم يعني هو مش عايز يلعب مع المنتخب. انت ما فهمتش يا كابتن سعيد؟ لا افهم بس عشان تبقى الدنيا واضحه، لان عامه كده انا اسال بس سؤال واحد بس عشان الدنيا تبقى سؤال مختصر. يلعب مع المنتخب، مش عايزه يلعب مع المنتخب ولا مش عايزه يلعب مباراه السوبر؟ لا هو الحقيقه اللي اتقال لي مع المنتخب. مع المنتخب؟ طب ما هو على قوه المنتخب الكلام ده. لو هو موقوف اقول لك صح، لو النادي وقفه قبل ما يروح المنتخب دي حاجه ثانيه، لكن هو حاليا في على قوه المنتخب. الموضوع اسهل من اللي احنا بنكبرينه. الموضوع هينحل برضا نادي الزمالك وبرضا المنتخب القومي وبرضا اللعيب فبمنتهى الهدوء. فما يعني مش عايز اكبر الموضوع اكثر من اللازم. ده طيب ماشي. يبقى يبدو ان حضرتك مش عايز تتكلم في النقطه دي بشكل مفصل، يعني سيبني انا اتكلم فيها على المستوى اللوايح يعني. طيب مرسي، يعني لو نادي الزمالك بنتكلم الصح، لو نادي الزمالك وقف باسم مرسي اتحاد الكره ما ياخدوش من قبل ما يسافر. لو باسم مرسي تم وقفه او ايقافه من نادي الزمالك قبل ما يروح المنتخب، الصح ان المنتخب ما ياخدوش. يعني مش هتغلطوا غلطه عصام الحضري تاني، الاهلي يوقفوا فتاخدوه. تمام؟ الاهلي كان واقف عصام الحضري في المنتخب خده. النهارده الزمالك ما وقفش باسم مرسي وعايز ترجعه، ايه ده؟ هو على قوه على قوه المنتخب في الوقت الحالي. لو تم ايقافه لو الزمالك اعلن النهارده ان هو في ايقاف لباسم مرسي، تمام؟ خلاص. هو الزمالك هيطلع يقول لك طب انا اوقفه ازاي يا بيه من غير ما احقق معاه؟ ماتش النجم الساحلي خلصان يوم السبت اللي فات، يوم 3. النهارده كام؟ النهارده 5. كان عندك السبت وكان عندك الحد وكان عندك الاثنين وعندك الثلاث. النهارده 6. النهارده 6 انا اسف، يوم ما يتنسيش يعني، انا اسف. كان عندك 3 وعندك 4 وعندك 5. ما حققش معاه ليه؟ لو تم ايقافه يبقى ما يلعبش في المنتخب، يبقى المنتخب مساند. لكن ما تمش ايقافه وما يلعبش في منتخب مصر فهو على قوه منتخب مصر. ده الصح. طيب